أثارت زوجة سعد المجرد ضجة واسعة بعد ردة فعلها في محاكمة الفنان المغربي في قضية اغتصاب الشابة الفرنسية. غيتا العلاكي زوجة سعد المجرد حضرت معه إلى المحاكمة وشهدت إلى جانبه بأنه لا يتصرف مثل هذه التصرفات وبأنها واثقة أنه بريء. وقالت غيتا العلاكي خلال شهادتها أمام القضاء الفرنسي: عقدت خطوبتي على سعد حينما كان معتقلا وكان يتعاطى المخدرات أحيانا، لكني متأكدة من براءته ولا أعرف لماذا تتهم هذه الفتاة بالاغتصاب وهو يعاني بسببها منذ 7 سنوات. وأضافت غيتا أن سعد شخص محب وحنون للغاية وكان دائما يستمع لها ولعائلته، معربة عن اقتناعها الكبير بأن الشخص الذي تعرفه لسنوات طويلة وعاشت معه لا يمكنه القيام بالأفعال التي اتهم بها. وأبرزت في حديثها أن سعد دائما ما يكون شخصا محترما جدا تجاه النساء، وكانت لديه صديقات لكنها لم تسمع عن أي مشكلة له مع النساء ولم يقلل الاحترام أمامها شخصيا. من جهته أكد سعد المجرد أمام القضاء أنه عانى بسبب هذه القضية لمدة 7 سنوات ودخل في حالة اكتئاب وحاول الخروج منها وعدم الاستسلام، ولكنها تسببت له بضرر كبير وعلى عائلته أيضا، وكان مقيدا طوال الوقت بالسوار الإلكتروني. قضية سعد المجرد مستمرة أمام القضاء الفرنسي لمدة 5 أيام متتالية، ويخضع المجرد للاستجواب اليوم الأربعاء قبل صدور الحكم يوم الجمعة المقبل. أشكركم على المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله.